10 نصف ليلا بتوقيت مصر. اللقب لزواني وبقية رفقائه. هارد لك للزمالك، حظ أوفر ولقادم المواعيد. هو ألف مبروك لفريق صن داونز البطل الجديد القارة السمراء، نتيجة مجهود ومثابرة واستمرارية في الأداء وفي النتائج. لم يسرق اللقب فريق جنوب أفريقيا في لقب تاريخي بعد 21 سنة. نادي جنوب أفريقي على عرش الكرة الأفريقية. أما نحن كرة العرب علينا بمراجعة عديد الأمور. كأس أفريقيا آخر 3 دورات لإفريقيا، هو كأس أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي لسمار القارة السمراء وأفريقيا. وأين نحن من هذا؟ في تصفيات كأس العالم بداياتنا صعبة ومجموعاتنا صعبة، قرعتنا في أفريقيا أصعب، والقادم أصعب وأصعب. فقط علينا بالعمل. ارفع راسك يا شيكا. الزمالك هذا العام وصيف، سيعود الموسم القادم على أمل تحقيق البطولة. في انتظار ذلك هارد لك للزمالك، هو صن داونز بطل القارة بجدارة. الآن نعود للزميل هشام الخلسي. أردناها ليلة بيضاء، ولكن سيناريو الذهاب كتب هذه النهاية لأمسية الأحد 23 أكتوبر 2016. هشام. شكرا لعلي محمد علي ميدو، شكرا لزميل عصام الشوالي. الزمالك فعل ما عليه. الزمالك قدم شوط ثاني أحسن بكثير من الشوط الأول. الزمالك تمكن من تحقيق الهدف الوحيد عن طريق ستانلي في وقت طيب. كان بإمكان الزمالك أن يضيف أكثر، كان بإمكان الزمالك أن يعود في هذه المباراة، لكن الحظ من جهة والدفاع الجنوب أفريقي من جهة أخرى. هي حسرة. حبينا نفرح اليوم، لكن سنفرح لأنه فيه فريق في الأفق في المستقبل بالنسبة للزمالك القادم إن شاء الله، سواء كان على الصعيد المصري أو على الصعيد الأفريقي. الزمالك يلعب الدور النهائي ويخسر بشرف كبير، لأنه اليوم شرف كل هذه الجماهير الحاضرة، وهذه الجماهير التي جاءت غفيرة إلى برج العرب لم تندم ولن تندم على مؤازرة الزمالك، لأنه قدم وأدى وعمل كل ما في وسعه لإرضاء هؤلاء الجماهير، لكن هذا لم يحصل. فلنحول هذه النتيجة السلبية على مستوى التتويج إلى إيجابيات. فهو انتصار على صن داونز، لكن بهدف مقابل لا شيء، غير كافي، لكن يكفي وأن نشوف هذه الدموع لنعرف مدى قيمة الزمالك عند جماهير الزمالك، ومدى قيمة الزمالك عند الجماهير المصرية. هذا شيء مهم وشيء لابد أن يكون إيجابي جدا بالنسبة للزمالك. هذه الحسرة لابد أن تتحول مما لا شك فيه إلى إيجابيات، لأنه وصول الزمالك إلى نهائي تشامبيونز ليج يعتبر في حد ذاته تتويج، وهذا شيء ممتاز، لأن ولا أحد كان ينتظر الزمالك في نهائي تشامبيونز ليج هذا الموسم. وصل لم ينتصر. هارد لك فالمستقبل للزمالك. حزوم هارد لك. الحمد لله على كل شيء يا كابتن. يعني اللعيبه الشوط الثاني زي ما حضرتك تفضلت وقلت، الشوط الثاني الزمالك لعب كويس قوي، حصل الفريق بشكل كويس، طلع فريق صن داونز من ميزه مهمه جدا وهي نقل الهجمه واللعب، خلاه يلعب كوره طويله، ده معناه ان انت ضغطت كويس جدا. لكن زي ما بقول لك هو الموضوع كان صعب، يعني كان مستحيل انك تكسب الماتش بصراحه بشكل كبير. احنا كان عندنا تفاؤل، انا كان عندي احساس ان احنا هنكسب الماتش، لكن صعب نكسب البطوله، واللعيبه يعني جابت جون، كنا اقرب الى نجيب هدف تاني، ولكن الامور صعبه جدا. تلعب انت اعتقد الفريق الوحيد في العالم اللي بيلعب نهائي وهو 14 لعيب، يعني الدكه حتى مش متكامله، فصعب جدا انك تلعب بطوله كبيره زي تشامبيونز ليج ب 15 لعيب فقط. فلكن انا بحيي اللعيبه اللي لعبت، لعيبه رجاله كسبت في ملعبها، اي نعم خسرت البطوله لكن على الاقل عملت اللي عليها. الماتش طبعا بدايه الذهاب هو اللي ضيع الماتش بشكل كبير، الماتش 3-0 دي كانت صعبت الامور بشكل كبير جدا. دعوني قبل ما نشاهد الهدف حازم نبيل نرحب بالكابتن جمال الشريف. مساء الخير. ولو الحكم ممتاز، حكم ممتاز قدم مباراه ممتازه رغم كل الظروف الضغوط التي واجهها.
طيب نشاهد الهدف الوحيد لهذا اللقاء، مع الأسف هدف وحيد، هدف جاء عن طريق ستانلي. نبيل، هذا ما قلته أنت بين شوطين، لابد التسديد للحارس لأنه حارس جديد. الحارس الثالث للفريق، يعني الحارس اساسي خرج والثاني مش موجود، يعني حاول انت انك تسدد، حاول تباغت، وشفنا انه يعني عنده يتقبل من الهدف هذا، عنده معناها قصد كثير فيه، لأن الكرة كانت تحت يد ولو تسديدة كبيرة، وهذا الشيء اللي كان مطلوب. لكن معناها الشوط الثاني تغيير تام بالنسبة للزمالك، خاصة من خلال التغييرات، من خلال أيضا تمركز اللاعبين، ومن خلال السرعة اللي أصبحت موجودة في نزل العمليات الهجومية. شكرا نبيل. نحن سنتوقف قليلا أعزائي المشاهدين، ثم نعود وفي العودة في الاتصال مرة أخرى بعمر فهمي وأحمد النوير، ثم التتويج، يعني التتويج، وفي التتويج سنعود إلى الزملاء المعلقين، فابقوا معنا. قلت لك يا هشام، النهائيات ما ينفعش تلعب بحلول بديله طول 180 دقيقه، ممكن تلعب بيها 10 دقائق، 20 دقيقه، 30 دقيقه. الحلول البديله تنفع معاك في ماتش في التصفيات، ولكن ما ينفعش معاك في نهائيات. فرقه الاحسن بصراحه هي سان داونز، فرقه بتلعب كوره كويس جدا. انا يعني بصراحه بشيد بالزمالك النهارده الشوط الثاني انه طلع سان داونز من قوته، وهو اللعب الكوره ونقل الكرات بشكل كويس، طلعهم خالص الشوط الثاني وخلاهم يلعبوا كرات طويله، كرات طائشه. ده معناه ان انت ضغطت وشغلت بشكل كويس. الزمالك لو لعب كده من اول الشوط الاول او من نص الشوط الاول كان ممكن يجيب جون تاني مبكر شويه، لكن زي ما بقول لك يعني الامل كان صعب جدا جدا. لكن انا بحييهم على ان هم لعبوا لغايه الدقيقه 90 ولعبوا بشكل محترم، وكان باين ان الزمالك هو الاحسن، وباين وكان بيهاجم لغايه الدقيقه 90. مش عايز اتكلم فنيات لان الفنيات كتير، خلاص الموضوع خلص. لازم نتعلم من اخطائنا، احنا لازم نلعب بطوله افريقيا واحنا دايما كاملين، نلعب في سؤال الانتقالات، لازم نبقى مجهزين الفرقه بشكل كويس. نبيل، يعني الزمالك ما تقدرش تقول عليه ولا شيء بالنسبه للمباراه هذه يا هشام، لانه عمل كل شيء ممكن يلعب ضد فريق. هذاك علاش دائما لازمك تحاول في مباراه الذهاب تخلي حظوظك قائمه الى الاخر. هذاك علاش لمنا شويه معناها على طريقه اللعب بالنسبه لمباراه الذهاب، وكان بالامكان افضل مما كان. يعني بالنسبه لمباراه الذهاب اليوم الزمالك قام بكل شيء، سجل هدف، لعب ضد فريق محترم جدا، فريق معناها قوي، فريق منظم على جميع المستويات. هارد لك للزمالك. طيب. سوري نبيل، لابد ان نعود الى علي محمد علي ميدو، وايضا الزميل عصام الشوالي لمراسم التتويج في برج العرب. شكرا مرة أخرى هشام. البروتوكول الخاص بالتتويج في استاد برج العرب في الإسكندرية، فريق سان داونز يكتب التاريخ ويحقق أول ألقابه المطلقة على الصعيد القاري. ذكر أن الشامبيونز ليج إذا اعتبرناها مسابقة بنمطها ونظامها الحديث من عام 97، هذه النسخة رقم 20 من عام 97، 10 ألقاب للكرة العربية أو أكثر من لقب الكرة العربية، 7 ألقاب مصر، 6 أهلي، 1 زمالك، 2 تونس، 1 الترجي، 1 النجم الساحلي، ثم بطولتين